السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الرفيسه بالسميده البيضاء والبصله. صراحه كتجي رائعه بزاف وسهله. غير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وما تنساونيش من اللايكات. وغادي نمروا دابا نشوفوا طريقه التحضير. بسم الله. كنحتاجوا جوج زلايف ديال السميده البيضاء مع جوج بصلات مشلضين كيف كتشوفوا، وراس معلقه ديال الخميره الفوريه، ومعلقه ديال الملحه، وواحد نص كاس ديال الزيت البلديه. صافي غادي نخلطوا هادشي مزيان كيف كتشوفوا حتى كتولي لينا داك السميده يعني مبلبله، يعني هكا بداك الزيت اللي درنا ليها، وحتى داك الخميره كتخلط والبصله، يعني كلشي كنخلطوه مزيان كيف كتشوفوا. صافي من بعد ما غادي نخلطوا مزيان ديك السميده كيف ما شفتوا هانتوما كيفاش كتجي. دابا غادي نضيف واحد الخميره د الحلوى 8 غرام. صافي وغادي نعاود نخلطها مزيان. ودابا غادي نضيف الماء غير يكون غير عادي، يعني ماشي سخون، غير عادي من الروبيني. هانتوما بحال اللي كنصاوبوا الحرشه العاديه. غادي نبقى نخلط هكا بلا ما نعجن، يعني هكا راكم عارفين غادي نبقى نخلط هكا غير بالاصابع ديال اليد هانتوما. وخاصها تكون خفيفه بحال الحرشه تماما. صافي غادي نخليها واحد شويه على ما كنوجد المقله الثقيله اللي دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده البيضاء. صافي وغادي نخوي فيها داك الخليط اللي صوبنا. وهنايا راه بطبيعه الحال راكم عارفين، المتتبعات ديالي عارفين بلي ماشي انا اللي، يعني ماشي انا اللي صوبتها. هنايا الام ديالي هي اللي صوبتها، حيت هي اللي تبارك الله كتعرف تصاوب الرفيسه، سواء ديال البصله ولا ديال هكا ولا ديال العشوب، كيجيو صراحه فنين تبارك الله ما شاء الله. كنتمنى تدعيو معها شي دعوه ديال الخير، والله يرحم لكم الوالدين حتى نتوما. المهم اخواتي، فاش تكونوا كتجرسوا هكا في المقله، يعني كديروا يديكم في الماء باش هكا ما تلصق لكمش ديك، ما تلصق لكمش هكا في اليد. وصافي قدت ليها الجناب بالمعلقه كيف ما شفتوا، يعني بحال الحرشه تماما. ومن بعد رشاتها من الفوق بشويه ديال السميده البيضاء. صافي وحتى تاع البوطه العافيه كتكون متوسطه، يعني ما مجهداش بزاف وما ناقصين ليهاش بزاف. هنايا تقبتها في الوسط باش ما تنفخش. وكيف ما شفتوا كتبقى تحرك باش تاكد بلي ما ملتصقاش، واخا راه هي دهناها بالزبده، يعني دهنا المقله بالزبده ورشاها بالسميده، يعني اكيد ما غاديش تلتصق، غير باش كتاكد. صافي عطيني قلباتها الجهه الثانيه باش تحمر وطيب. صافي هنا من بعد ما طاو تبارك الله ما شاء الله كيفاش كتجي زوينه بزاف رطبه. وراه شفتوا كندير لكم هكا اللايك، زعما الا كنتو مازال ما درتوه ديروه للفيديو، والله يرحم لكم الوالدين، يعني هكا باش تشجعوني. وصافي صافي هنايا مع التصوير يعني ما صبرش حتى تبرد، يعني قطعتها مباشره، كتقطعها هكا طريفات صغارين كيف ما شفتوا. صافي من بعد ما قطعتها كامله كنضيف هنايا الزيت البلديه، وغادي تبدا كترفس فيها هانتوما كتشوفوا. وبالنسبه اخواتي الزيت البلديه يعني ما كتضيفوش بزاف المره الاولى، لا كتضيفوا غير شويه وكتبقاو ترفسوا. وانتم كتجربوا هكا كتجربوا يعني واش ترفسات، واش مازال خاصها الزيت، واش بركه. صافي هنايا غادي تزيد ليها واحد شويه ديال الزيت كيف ما تشوفوا، حيتاش مازال ناشفه. غادي تزيد ليها واحد شويه ديال الزيت وغادي تعاود ترفسها. هنايا كيف ما قلت لكم يعني كتبقاو ترفسوا، كتجربوا هكا في يديكم يعني واش ترفسات كيف ما درت هنايا. وكيكون هذا هو الشكل ديالها تبارك الله، راه كتجي لذيذه. غير جربوا هاد الطريقه وكتجي مزيانه. وهكا كملنا معكم الفيديو. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم، وكنشكركم بزاف بزاف على التشجيع ديالكم وعلى اللايكات ديالكم. وان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد او وصفه جديده. تهلاو فراسكم.